خوت السلام عليكم. في هذا الفيديو جبت لكم مقاطع ديال ردات الفعل ديال المشاهير العربيه والجماهير العربيه بعد فوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره الكندي بثلاثيه نظيفه. مبروك عليكم التأهل. خليكم مع الفيديو ونتلاقاو في التالي. عايز اعرف لازم يحقق أرقام قياسية. نسخة ثانية يؤكد فيها المغرب أنه رقم صعب حضورا وأداء وتألقا وإنجازا وفخرا. قول ما شاء الله. ما شاء الله. ديما مغرب، ديما مغرب، علامة فارقة في الكرة العربية والأفريقية والعالمية، وديما مغرب. المغرب إلى دور الثمانية. المغرب يكتب التاريخ من جديد. مبروك مبروك مبروك. يستاهل المغرب على هالقاربة. اسبوعه ورجاله يستاهلون والله، اسبوعه ورجاله. مبروك للمغرب، تأهل رسميا. مبروك المغرب إلى دور الثمانية من كأس العالم 2026. يستاهلون، سواها المغاربة. المنتخب الوحيد القادر على إيقاف المنتخب الفرنسي، إيقافه بكل شيء، الوحيد في كل المونديال، وإخراجه من البطولة، وإخراجه طبعا فنيا، يعني قادر فنيا ومن ناحية اللاعبين وفكر المدرب، هو المغرب ولا منتخب ثاني. طب احنا ليش ما نحكي انه اقرب فريق لمستوى المغرب هو فرنسا، والفريق اللي قادر يعمل مشاكل لمنتخب المغرب هو منتخب فرنسا. مباراة وجهة نظري مختلفة إلى حد ما. نعم. والله تعلمتها منك. ترى هذا الزلمة بيرمي شوية كلمات إلها معاني عميقة، بس يجب الواحد أن يتفكر فيها. منتخب المغرب مش هيطلع الحكي غريب عليك. بعد مباراته مع هولندا أثبت لنا بأنه منتخب متنوع. ووسط فرنسا هو مش أحسن شيء، بالرغم أنه يعني رابيو قلب جريزمان. صحيح. لكن مين صاحب فكرة أنه إذا أنت بتعزل نجوم الهجوم عن خط الوسط، انه هدول اللاعبين بصفوا انه قيمت او بادائهم اقل بقل حضرتك، صح؟ نعم صحيح. تمام. صحيح. مبابي برجع لك مره او مرتين، بس برجعش كل اللعبه، وكذلك اوليسي، وكذلك ممكن ديمبلي بس برجع ممكن يلعب هذا الشيء. المغرب عنده خط وسط اقوى، والمهاجمين تبعونه زي ما حكينا امبارح متعددي المراكز. نعم. وقادر انه يلعب ضغط عالي مع الفرنسيين ويقطع خط الامداد عن الهجوم. راح تكون خطيره بالجهتين، ولكن اذا رجع برضه دفاع منطقه واللي حتكون خطيره كمان، حيكون خطير في الهجمات المرتده. طاق ديت طاق ديت طاق ديت طاق ديت طاق ديت طاق. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، انتصار بالطريقه والاداء، والحمد لله. يعني تاهل دور ثمانيه ودور ربع نهايه باش ما بغيتوا تقولوا، يعني الطريقه الاداء الحمد لله. صحابه زيكو صحابه زيكو، كنتوا تسناونا مع كندا وتسناو. شوف وقت المهم منتخب مغربي برافو عليهم. الاولى تقاتلوا الجرينتا، التاهل، يعني النصف النهائي اللي كان يقول لك المره الماضيه حظ، واليوم كيفاش ربع نهائي حظ. وما شاء الله فينا صبروا. هذه فرنسا عمتي، فرنسا صبروا كيفاش غنديروا لها. المهم برافو. هذا الكاس هذا ان شاء الله نجيبوه صح عليكم. يا صحابة تزيقوا لي مرطو. الحمد لله. شوف واخا الشوط الاول فات معصب لينا، حنا في الشوط الاول كسراتنا، قلنا كندا وكذا منا، وهذه ماشي مليحه. مي في الشوط الثاني اخويا التغييرات منا
عمي أناحي جاب لنا زوج، ابراهيم دياز دو اسيست، رحيم يسجل ثالث، يعني الحمد لله. حكيمي عاود اسيست، يعني تقاتلوا الدفاع، تقاتل وسط الميدان، تقاتل دخلوا المرابط الحمد لله حتى هو شد. مي برافو 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 برافو. هادو هما الرجال اللي يلعبوا كورة، هادو هما اللي باغيين يلعبوا على الدرابو ديال بلادهم، هادو هما اللي يتقاتلوا على بلادهم، هادو هما اللي يسيل الدم. شوف كان في بريمير ميطو شكون كان. هذا الشعار شرف لكل من يرتديه، شرف لكل من يرتديه. ألف مبروك للمغرب العظيم من طنجة إلى كويرة. ألف مبروك لكل المغاربة في كل العالم. ما مليتوا من صناعة التاريخ، الله لا يغيرها عادة يا رب، وإن شاء الله تواصلوا صناعة التاريخ أكثر وأكثر لحتى تصلوا وتاخذوا كأس العالم بإذن الله. أنا قلت لكم مش خايف، بس أنا بكذب عليكم إذا بصراحة بقول لكم إن الشوط الأول ما خفت. الشوط الأول خوفني للأمانة. منتخب كندا مثل ما حكينا بالفيديو تبع منتخب كندا، تتذكروا حكينا عن موضوع الضغط العالي، إنه منتخب كندا مجنون ضغط عالي، يعني فريق قوي جدا بالضغط العالي وذكي، بيعرف إمتى يضغط ووين يضغط، وهذا فعلا اللي صار بشوط المباراة الأول. ضغط كندي ما كان جاهز له منتخب المغرب بالشكل الصحيح. حسيت يعني انا كنت شاك بالاول انه الموضوع بدني، يعني ممكن انه مباراه هولندا اثرت وما الى ذلك، بس لا، اللي شفناه بالشوط الثاني انه الموضوع مش موضوع بدني، كان موضوع نفسي، موضوع ضغط نفسي. كان يمكن المغرب اول مره بيدخل مباراه نوك اوت ستيج وهو مرشح للتاهل، فكان في ضغط على اللعيبه اكثر من المباريات الباقيه. يعني لو تتذكروا اسبانيا ما كان مرشح، البرتغال ما كان مرشح، فرنسا ما كان مرشح، هولندا كانت 50-50، فهي اول مره بيدخل هو مرشح وعم بيلعب امام فريق ما عنده ضغوطات. فهذا الفريق المتحرر عم بيضغطوا بدنيا وعم بيدخلوا بمعارك بدنيه وعم بيلعب عليه ضغط عالي وعم بيحرموا انه يطلع بالكره، فكان في مشاكل كثير، كان في مس باسز كثير. أناحي ما كان قادر يساهم بعمليه الخروج بالكره مثل العاده، مزراوي ما كان قادر يعمل اللاين بريكنج رانز ليكسر الخطوط الكنديه، حكيمي نفس العمليه، فكان في مشكله. كان في حتى مس باسز كثير من العناوي على فكره بشوط المباراه الاول ما فاز بولا ثنائيه ارضيه، فكانت مشكله كبيره بالنسبه لي. وفوق هذا وكله نرفزوا اللاعب المغاربه ودخلوا بالنرفزه، وصار في كروت صفراء على حكيمي وأناحي والخنوس، يعني ما لها داعي، كان ممكن تجنبها بسهوله. والحكم هذا مايكل اوليفر اصلا حكم تعبان، يعني نازل يعطي لي بطاقات صفراء لكل حدا وحالته حاله. يعني شوط المباراه الثاني كندا دخلت بنفس القوه بصراحه، ولكن اللي فرق هو الهدف الجميل العظيم من عز الدين أناحي بعد تمريرة عظيمة من حكيمي، وهي طبعا متفق عليها أكيد، والتسديدة الرائعة في الزاوية اليسرى للحارس الكندي حررت المنتخب المغربي، حررت اللعيبة، خففت الضغط، فصاروا اللعيبة عم بيلعب حرية أكثر، صاروا عم يخرجوا بالكرة بشكل أفضل، صار الأداء أحسن بكثير. رغم أنه بعد ذلك منتخب كندا يعني جرب وحاول أنه يسجل، ولكن بونو كان موجود. اجت تبديلات الكابتن محمد وهبي، وانا بصراحه ما فهمت تبديل بوعدي مرابط هذا للامانه. يعني انا ما شفت مرابط اضاف شيء بنص الملعب، لا انه بل انه بالعكس كان ممكن يتسبب بهدف في مرمى المغرب. انا بحبه لمرابط جدا وكنت متفهم انه يلعب امام هايتي، بس اليوم نزلته ما شفتها منطقيه. تبديل شمس الدين طالبي كان منطقي جدا، لانه بلال خنوس ما كان بلال الطبيعي، وشمس الدين طالبي هو اللي اعطى اللاين بريكنج ران بالهدف الثاني اصلا العظيمه جدا، بعدين اعطاها لدياز، دياز اللي صحصح واخيرا الحمد لله على السلامه ابراهيم، الحمد لله على السلامه، واخيرا ابراهيم دياز صحصح معنا وعمل اسيستين بشكل رائع جدا، فبرافو عليه ابراهيم، بتمنى انه يكمل بهذا المستوى. بعدين اجى الهدف الثاني من أناحي اللي قتل المباراه تماما، قتلت المباراه بعد الهدف الثاني، بس سفيان رحيمي كان له راي اخر وقال لا، انا لازم اوقع على بصمتي، لازم اوقع على بصمتي بهدف ثاني في المونديال، ونو سيباري نو بروبلم، سفيان رحيمي there is a party. فعمل حفلته فعلا وسجل هدف جميل، وكان هو اصلا متسبب بالهدف بالفاول اللي اجى من الهدف الاول تبع أناحي. فبرافو سفيان، برافو لعيسى ديوب اللي قدم مباراه كبيره بصراحه. ايوب وعدي انا بالنسبه لي قدم مباراه جيده جدا، ما بعرف ليش تبدل لحد الان مش فهمان. هالحال نص نص، شاد رياض اكيد بيضلوا افضل، بونو عظيم كالعاده، حكيمي ومزراوي شوط المباراه الاول ثاني دفاعيا كان عظيم، حكيمي بشوط المباراه الثاني رائع جدا كان هجوميا او احسن شوي من الشوط الاول. ابراهيم دياز مثل ما حكينا عمل اسيستين، خنوس ما كان الخنوس. سفيان رحيمي برافو، أناحي النحيله، أناحي النحله، العسل المغربي. فألف مليون مبروك لأسود الأطلس، وإن شاء الله القادم أفضل. والله اليوم فزعتكم يا المغاربة أقسم بالله مو طبيعية، ما شاء الله، شو هالأعداد،
ذاك الكرسي حطيت عليه القناني مشان ما حدا ياخذه. ما اقسم بالله شيء مو طبيعي. ما شاء الله. والله الكم خاطر كبير. طلع 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 الكراسي زايدين عددها بشكل وصل لاخر المعرض، لاخر المعرض. شو هاد؟ استنى الفرصه وشوف. اي والله لا تقوم الدنيا هون. ما شاء الله. والله يا شباب فزعتكم غاليه طلعت. لكم خاطر كبير عند الشعب السوري. ما شاء الله والله. خالكم الكاس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. يا زلمة خفوا علينا، خفوا علينا يا المندلينا يا المغرب. يا اخوان الكل يا سيدي العزيز يا معلم، نشفان ريقو وبتأهلوا بصعوبة وتوتر وقلق في المباراة يا معلم، وجمهور وناس يا معلم، وفيش احساس. المغرب بتحسسك هنا بتلعب في الحومة يا زلمة، بتلعب مع اولاد الحومة. كندا 3-0 وبأقل التكاليف ليفوهم تلييف. ما شاء الله يا زلمة. هاي الطناخة، هاي السطاوة. منتخب يا معلم يا سيدي العزيز سوبر سياجين، منتخب انمي. ايش بيرفع الراس. كل العرب والمسلمين حاطين ايديهم على كتاف معلم المغرب، السوبرمان بتاعنا. كل التوفيق والدعم والمؤازرة يا رجل. ايش بيرفع الراس اقسم بالله. منتخب المغرب منتخب عظيم، اقسم بالله عظيم بمعنى الكلمه. بيلعب في دور ال 16 في كاس العالم وبيكسب كندا 3-0 بالثلاثه يا حبيبي بالثلاثه. وعايز اقول لك على حاجه، كان عنده امكانيه يجيب الرابع والخامس وفي كوره جت في العارضه. وعايز اقول لك كمان ان اسماعيل صبيره لما اتصاب اثر عليهم. وعايز اتكلم عن جمال اشرف حكيمي، بالرغم من ان اشرف حكيمي في الماتش ده كان في بعض الهفوات كده، ولكن جمال اشرف حكيمي في الاسيست بتاع الجول الوناحي الاولاني، وبعد كده الاسيست بتاع ابراهيم دياز اللي هو بيلعب في ريال مدريد اقوى نادي في العالم. عايز اقول لك ان ابراهيم دياز يا جدعان الكوره خلاص هو راح بالهجمه، 2 ضغطوا عليه ما توترش، هدي، عارف هو بيعمل ايه، عارف يلم، عارف يعمل اسيست لعز الدين قناحي. فعز الدين قناحي ده عز العرب، ده عز المغرب، ده عز الدخيله. فانا بالنسبه لي الجونين من عز الدين قناحي اروع من بعض يا جدعان. ما شاء الله ما شاء الله، رجله مظبوطه على الجون. فديما مغرب بنحبكم بالزاف. ولكن لما تيجي تتكلم عن جون سفيان رحيمي بيثبت ان هو مش اقل من حد. سفيان رحيمي بيثبت ان انا اسماعيل صبياري اتصاب، انا موجود، انا هأدي، انا راجل، انا هقاتل، انا هقاوح، انا هعافر وهجيب جون. وكوره كمان جت في العارضه. فانا بالنسبه لي اصلا كندا يعني ربنا كرمها ان هي طلعت ب3 بس، لان الماتش ده يطلع 4-5 للمغرب. المغرب يا جدعان في الاوقات الاخيره عارف بيلعب على الهجمه المرتده زي ما الكتاب بيقول. فنيات يا جدعان، فنيات. ما هو المغرب لما يتصنف تاني اعلى قيمه تسويقيه في المونديال بعد منتخب فرنسا، لازم يبقى ده وضعه، لازم يبقى ده حجمه، لازم يكسب في كاس العالم في دور ال 16 بالثلاثه. هو لازم يطلع هولندا الماتش اللي فات. هولندا اللي من اقوى المنتخبات في العالم، مش هقول لك في البطوله. لازم يبقى بيقدم المستوى ده. لازم يبقى الماتش اللي فات بيلعب قدام هولندا، وهولندا انت فاهمني بعد ما هولندا جابت جون هو عارف يتعادل ويرجع ويمسك كوره ويخلي هولندا مزنوقه في ال 18 وبعد كده يكسب ضربات جزاء. ما هو ده المغرب. ما هو القيمه التسويقيه ديت مش عاليه من فراغ يعني اللعيبه مش بفلوس بس، اللعيبه بفلوس وبتأدي، اللعيبه بفلوس وبرجوله، اللعيبه تستاهل المكان اللي هو فيه. فانا بالنسبه لي منتخب المغرب منتخب عظيم يا جدعان. انا اكتر حاجه مفرحاني ان شعب مصر ومنتخب مصر فرحني امبارح والنهارده المغرب. يعني اتمنى ان الفرحه دي تفضل على طول. يعني المغرب فرحنا النهارده، مصر امبارح، ان شاء الله نفرح يوم الثلاث، بعده المغرب باذن الله تقريبا يوم الخميس، وهتلاعب اللي هيكسب من فرنسا وباراجواي. فانا بالنسبه لي فرنسا، هتيجي تقول لي فرنسا جامده على المغرب، لا مفيش حاجه اسمها فرنسا جامده على المغرب. فرنسا جامده واقوى فريق في البطوله، ولكن في نفس الوقت انت بتلاعب المغرب اللي هي تاني اقوى سكواد في البطوله واعلى قيمه تسويقيه في البطوله. انت فاهمني، اعلى قيمه تسويقيه في البطوله بعد فرنسا، يعني تاني اعلى قيمه تسويقيه في البطوله. فانت لما تيجي المغرب وفرنسا هيلعبوا بعض، لا 2 منتخبين اوروبيين هيلعبوا بعض، مفيش فرق والله. فانا بالنسبه لي اي حد هيجي يقول لك ده المغرب وفرنسا يا عم ده فرنسا هتكسب، مفيش الكلام ده. ده مصر والارجنتين يا عم ده الارجنتين هتكسب برده، مفيش الكلام ده. هم عندهم ميسي، احنا عندنا محمد صلاح من اعظم لعيبه العالم. عندنا كمان هيثم حسن اللي اكتشفناه امبارح ده مرعب مجرم. عندنا امام عاشور وعندنا مرموش وعندنا تريزيجيه، عندنا اسامي، عندنا حمزه عبد الكريم في برشلونه يا عم.
فانا بالنسبه لي لا، المنتخب مصر ومنتخب المغرب مجهزين كويس للبطوله، مصدقين نفسهم، مصدقين الحلم، والمغرب عملتها برضه المونديال اللي فات. المغرب تعرف ان المغرب هي السبب في ان هي تدي حافز للمنتخبات العربيه انها تتطور وتعمل الاداء ده وتوصل للحته دي. والله العظيم انا بحس ان المغرب بتكسب مصر بتقاوح، لا المغرب كسبوا اخواتنا كسبوا فاحنا لازم نكسب زيهم عشان نبقى كويسين، وبعد كده مصر تكسب يجي المغرب يقول لك لا مصر في دور الثمانيه فهنطلع. المنافسه الشريفه الحلوه دي، المنافسه اللي بتخلينا متطورين، المنافسه اللي بتخلينا ناكل اي منتخب اوروبي يجي قدامنا، هي دي المنافسه. احنا اخوات، احنا بنحب بعض، ربنا يديم المحبه. ديما مغرب بحبكم بالزاف، الف 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 مليون مبروك للشعب المغرب، تستاهلوا كل خير. ديما مغرب.